أو باقي التجمعات خربة سمرة التي تحدثنا عنها يوم أمس، أو التجمعات المتواجدة في كافة أنحاء الأغوار، أو حتى المتواجدة في باقي المناطق الفلسطينية، هي معرضة للتهجير ومعرضة للاستيطان فيها بسبب هذه الإجراءات المتواصلة. في ملفنا الآخر لهذا اليوم، بثينة حمدان كتبت: فلسطين بلا درع أزرق. هذا الدرع هو العلامة التي تمنحها اللجنة الدولية للدرع الأزرق للمباني التاريخية القديمة ومواقع التراث لحمايتها من قصف الطيران الحربي. سنتحدث أكثر في تفاصيل هذا الأمر، وفعليا لماذا فلسطين بلا هذا الدرع الأزرق. وتنضم إلينا الأستاذة بثينة حمدان الكاتبة وخبيرة السياسات الثقافية والإعلامية. سعد صباحك أستاذة بثينة، أهلا فيك. أهلا مرحبا. أهلا فيك أستاذ صباحك. خلينا بالبداية نعرف بهذا الدرع الأزرق ونعرف بهاي المنظمة وشو دورها فعليا في ظل الحروب. أنا بحاول أسمعك من التليفون شوي صوت منخفض، لكن الدرع الأزرق هي أولا منظمة دولية تابعة لمنظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم، وطبعا هي في عندها سلسلة من الإجراءات الحماية لمواقع التراث وكل الممتلكات الثقافية. يعني هي مش بس هذا الدرع أو الإشارة الزرقاء توضع على المباني التاريخية لحمايتها من القصف، ويعني أيضا في سلسلة من الإجراءات الوقائية والتدابير للوقاية من الأخطار المختلفة. طبعا هي بتحاول تحمي هذه الممتلكات الثقافية وكل ما هو له قيمة غربية أو فنية أو اجتماعية وبصرية من الحروب وآثار الحروب والكوارث الإنسانية والطبيعية. فالمفروض أنه يتم التوجه إليها بطلب عشان تنضم مجموعة من المواقع التاريخية والممتلكات الثقافية بأنواعها وأشكالها لهذه الحماية. الحماية تشمل أيضا زي ما حكينا غير التدابير الوقائية. في شيء مهم كثير اللي هو السجل الدولي للممتلكات الثقافية. أنت بتسجلي في هذا السجل اللي هو الرقمي كل المواد والمواقع ومحتوياتها وتفاصيلها ومعلومات تاريخية عنها، بحيث انه اذا صار اي كارثة او حرب او قصف او الابادة التي نعيشها نحن للثقافة في هذه الايام منذ عام خاصة في غزة، وطبعا كل الاستهداف الاسرائيلي والاحتلال لمكونات التراث والثقافة، لانه احنا جوهر صراعنا هو ثقافي ويتعلق بالرواية. حمايتها ورفع الوعي بأهميتها وتدريب العاملين في هذه المواقع، شو الإجراءات اللي يعملوها، إجراءات أيضا بيعطوهم مواد للحماية، حتى أبسط المواد اللي لها علاقة بالحرائق يعني. نعم، يعني وفعليا زي ما ذكرنا أمام هذه الأهمية للدرع الأزرق، فلسطين للأسف ليست أو لا تستفيد من هذه الحماية كما ذكرت في مقالك، رغم طبعا كما ذكرت أيضا أنه فلسطين من أكثر البلدان فيها الثقافة مستهدفة، الهوية مستهدفة، الرواية مستهدفة، فلماذا فلسطين بدون هذا الدرع؟ صحيح، للأسف احنا مش يعني احنا هون مرات بحكي انه في قلة ثقة احيانا بالمؤسسات الدولية انها لا تفعل شيء، لكن مع هيك احنا مش لازم نحرر هاي المؤسسات من دورها ومسؤوليتها، يعني انه نريحها انه خلص احنا ما نقدم هذا الطلب. كمان انه هو الحماية يمكن هي ما تقدر تحمي من القصف، لكن اكيد بتقدر توثق هذا التراث، توثق هذا التاريخ، يكون في تدريب لكيف نتعامل خلال الكوارث والحروب، كيف انه نحمي هاي المواد، يكون في سجلات مسجله سواء رقميه او مخازن باماكن معينه. تاريخنا احنا مش لازم ابدا نتوانى على انه نحفظه باي شكل من الاشكال، ونحن زي ما حكيتي احنا اكثر عرضه استهدافا لهذا التاريخ. فيجب ان نكون الاكثر حرصا ونستنفذ كل السبل ليكون هذا الدرع الازرق جزء من هاي الحماية، وهو زي ما حكيت هو ليس فقط حماية، هو حماية وتوثيق وأرشيف وتاريخ للأجيال القادمة. يعني هلا ما حدث في غزة من إبادة ثقافية عندنا معلومات عنها، نسجل عنها حتى صوريا، يمكن ما عندنا مواد مصورة بطريقة بروفيشنال نعرف شو هاي المادة، شو الزخرف، شو التفاصيل اللي موجودة فيها. حتى الحماية هاي تنحط على تخيلوا انها تحمي كمان الاشخاص اللي بيشتغلوا في هاي المواقع، المفروض تحمي السيارات اللي بتنقل هاي الممتلكات الثقافيه والنقل الاثريه والتحف. فهي تفاصيل كثيره وفيها كمان رفع للوعي، لانه احنا العاملين في المجال الثقافي هلا الموجودين في هاي الاماكن شو لازم يعملوا، شو الخطوات الاولى لازم يعملوها لما يصير في هيك اخطار مهدده يعني.
وبالحديث أيضا عن باقي الدول العربية، وبحسب ما ذكرتي لبنان هي الدولة الوحيدة العربية المستفيدة أو التي حصلت على الدرع الأزرق، وتحدثني أيضا عن تجربة لبنان مع هذا الدرع، توضحي لنا إياها وتحكينا عن هذه التجربة. صحيح، يعني هي احنا يعني الواحد بيتوقع انه دائما يعني انا لما شفت الخارطه الموجوده على من المنظمه الدوليه للدرع الازرق انه وين الاماكن اللي بتشتغل فيها، لقيت انها موجوده بكل انحاء العالم، في اللي فيها كوارث طبيعيه في كندا في امريكا في مواقع كثير، بينما احنا الواقعين تحت حرب مش طالبين هاي الحمايه ولا باي شكل من الاشكال. فهذا يعني بسوريا في تراث كثير متدمر، في اليمن في تراث وتاريخ ومواقع، يعني احنا نحكي لما نحكي مواقع نحكي عن مواقع تعكس حضارات العالم مش بس حضاره واحده، يعني احنا بتلاقي عندنا حضاره رومانيه، حضاره بيزنطيه، حضاره يونانيه، يعني هذا تاريخ العالم موجود في فلسطين، يجب ان يتم الحفاظ عليه وفي الدول العربيه، واحنا معروف الدول العربيه هي اكثر الاماكن اللي فيها تاريخ وحضاره واقدم مدن العالم موجوده هون، من أريحة والعديد من المدن التاريخية. فلبنان تنبهت لهذا الموضوع من 2015 عنده اللجنة الوطنية للدرع الأزرق، وهم بيقدروا أي دولة بمساعدة طبعا اليونسكو وهي المنظمة الدولية للدرع الأزرق يعملوا لجان محلية، في كل دولة يكون في لجنة محلية تشرف على هذا الموضوع وتحدد الملفات اللي فيه والمواقع والأشياء اللي لازم إنه يتم حمايتها، سواء يعني تخيلوا انهم بيحموا كل موقع او شيء له قيمه تاريخيه او فنيه، يعني شوفي اتم عمل فني حاليا، يعني انا بشوف الفنانين في غزه لما يحطوا صور اعمالهم اللي كلنا محتفظين بصورها، يعني في طبعا مالك الاعمال اللي هي الجرافيتي في الشوارع والنسب التذكاريه اللي هي شاهده على مراحل، يعني زي التمثال الحديد اللي في جنين ايضا اللي طرحه الاحداث، هو يعني قيمه كامله يجب ان يكون تم تصويره، من وين المواد اللي استخدمت شاهدة على اجتياح ومجازر في جنين، يعني احنا بنحكي مش بس عن تاريخ، عم نحكي عن قصة وحكاية نضال متكاملة. واحيانا فنانين عالميين كانوا موجودين هون وعملوا اعمال، طب وين راحت هاي الاعمال؟ شو تفاصيلها وظروف وجودها؟ في العديد فقدنا العديد من الاسباب التاريخية اللي عمرها اكثر من 100 سنة في غزة، اللي سرق واللي دمر تحت الردم. حرام انه هاي المكونات لا يتم الحفاظ عليها، حرام انه يعني هلا بدنا نبحث ايضا حتى الكتب والمكتبات، يعني يدخل ضمن عمل هاي اللجنه الكتب والمكتبات. قديش في كتب وتاريخيه ووثائق مهمه، مخطوطات، حتى تاريخ مدينه غزه، بلديه غزه، تاريخها الاداري اللي بيتعلق بتفاصيل الشوارع، يعني تم استهدافهم، تم استهداف الارشيف، كل هاي يدخل ضمن عمل هذه اللجنه، ويجب ان تنتبه الدول العربيه لهذا الشيء. في لبنان حاليا عم بيطالبوا بحماية معززة، هذا شيء إضافي طبعا ضمن اتفاقية لاهاي عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية، حدد إنه في نطلب كمان حماية معززة اللي هي إضافية تحط فيها الدول. لبنان طالب ل 300 موقع هلا بعد القصف والحرب. طب احنا صرنا منقصف قديش؟ يعني ما طلبنا. وفعليا لو بدنا نركز في هذا الموضوع اكثر، يعني ومع تركيز حديثنا على التراث الموجود في فلسطين او في باقي الدول العربيه، وربما ايضا الدول العربيه الاكثر يعني غنيه بكل هذا التراث وبكل هذه المباني التاريخيه، بالتالي هل هو تقصير من الدول العربيه او الجهات المختصه بحمايه الموروث الثقافي، او كما ذكرت في البدايه انه فعليا هذه الدول فقدت مصداقيتها في المؤسسات التي على اساس انها تحمي هذا الموروث الثقافي؟ يعني قد يكون قلة خبرة، قلة اهتمام، لكن أنا بحكي إنه مش لازم نترك ولا وسيلة، ولا يجب أن نحرر هذه المؤسسات الدولية من مسؤوليتها. دائما لازم نكون موجودين وجاهزين وملفاتنا موجودة فيها، وزي ما حكيت حتى لو ما قدرت تحمي من القصف، نحن بنوثق هذا التراث على المستوى الدولي. يعني نشوف قديش مهم الموضوع، إنه التراث هذا أعمال الفنانين. هلا إحنا إذا بدنا ندور على عمل لفنان مثلا في غزة بدنا نقعد ندور، هلا بدنا نقعد ندور، بينما لو إحنا هلا في سجل، طبعا لازم يكون في سجل قبل كمان وطني مش بس رقمي دولي، انه كل عمل لفنان يتم يوثق، يدخل في موقع معين، في بلاتفورم معين، يسجل يعني كمان حقوق ملكيه هاي بالاخر، يسجل تفاصيل هذا العمل، ماذا يحكي، شاهد على شو. احنا بفلسطين احنا كل الاعمال الفنيه والثقافيه والتراثيه هي شاهده على مراحل نضالنا. صحيح.
بالتالي أنه فعليا يجب أن يكون هنالك حماية، ولو على الأقل حماية بالتوثيق، يعني زي ما ذكرتي مش من القصف أو ما إلى ذلك، لأنه دولة الاحتلال خلال هذه الحرب فعليا ما خلت قانون وما خلت أي اتفاقية إلا وقامت بانتهاكها خلال هذه الحرب. صحيح، هو احنا بحاجه الى هاي الخبره الدوليه لكيف نحافظ على هذا الموروث. نعم. بحاجه لنعرف كل التدابير الوقائيه يجب انه نقوم بها، مش فجاه نصحى نلاقي في قصف ونطلع من المكان، بس لازم نكون جاهزين لكل هاي للوضع الاستثنائي اللي دائما بتعيشه فلسطين. فاذا احنا كفلسطين مش جاهزين، هون في علامه استفهام كبيره على دور الحكومات الفلسطينيه المتعاقده. يعني هاي المؤسسه تاسست في 96 يعني بعد سنتين من تاسيس اوسلو. نعم. فماذا فعلنا؟ يعني حتى لو قصرت، يعني المفروض بلشنا بالملف منذ وقت طويل، بعدين لما تقصر نقول هي قصرت مش احنا. شكرا لك الأستاذة بثينة حمدان، الكاتبة وخبيرة السياسات الثقافية والإعلامية. وفعليا هذه الحرب هي ليست فقط ضد الفلسطينيين كمن ناحية إبادة، هي فعليا إبادة لكل أشكال الحياة ولكل أشكال الموروث الثقافي والتاريخي والهوية الفلسطينية.